حرم الصدقة من بعد. فقال حسين بن ثروة يا زيد فمن هم؟ فقال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس من حرم الصدقة من بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه وصية المصطفى وآل بيتي أوصيكم الله في آل بيتي. فكيف نتجرأ على آل بيت النبي محمد؟ لا، نحب آل بيت محمد حبا في النبي محمد، نحب أزواج النبي محمد حبا في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نتهم بعد ذلك بأننا لا نحب آل بيت محمد؟ اسمع مني هذا الحديث العذب الذكرى الذي رواه مسلم من رواية الحصان الرزان الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، أم المؤمنين عائشة الفقيهة العالمة، فقيهة الفقهاء، عالمة العلماء، معلمة العلماء، أديبة الأدباء، فصيحة الفصحاء رضي الله عنها وأرضاها، حبيبة قلب رسول الله وريحانة فؤاده. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرج يوما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه مرط مرجل من شعر أسود، عليه كتاب لون أسود، فدخل الحسين فأجلده النبي على رجله اليمنى. عش معي هذا المشهد. فدخل الحسن صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده المصطفى، فأجلسه النبي على رجله اليمنى. ثم دخل الحسين فأجلسه على رجله اليسرى. ثم جاءت فاطمة بنت النبي محمد. من أبوها؟ من زوجها؟ من ولدها؟ أما أبوها فجبريل مرسل بالتوحيد قد رباها، وأما زوجها فعلي فزوج لا تسأل عنه هو سيف غدا بيمينك سيافا. من أبناؤها؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما قال المصطفى. فتدخل فاطمة بنت النبي محمد أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتجلس عن يمين المصطفى. فجاء علي ابن عم النبي وزوج فاطمة فجلس عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذ النبي يرفع الكتاب أي الرداء ثم يضمه عليهم ويجذبه بيده اليسرى ويقول اللهم أهل بيت، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم أهل بيتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم آل بيتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهؤلاء بنص الحديث هم أهل بيت النبي محمد. الحسن، الحسين، فاطمة، علي، آل علي، آل عقيل، آل جعفر، وآل العباس. هؤلاء أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع معي إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي وصحح هذا الحديث العلامة الألباني من رواية أم سلمة رضي الله عن أم سلمة زوج نبينا صلى الله عليه وسلم. قالت دخلت يوم
علينا فاطمة ذات غداء وفي يدها برمة، إناء كبير فيه عصير، طعام شهي من العسل والدقيق، لتقدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الرحمة المهداة: يا فاطمة أين ابن عمك؟ أي علي زوجها، أين ابن عمك علي؟ قالت: يا رسول الله في البيت. قال: اذهبي إليه وادعيه لي وابناي أي الحسن والحسين. فانصرفت فاطمة رضي الله عنها ثم جاءت في يدها الحسن وفي يد الأخرى الحسين ويتبعهما علي رضي الله عنهما. فجلس الحسن على فخذ المصطفى وجلس الحسين على فخذه الأخرى، وجلست فاطمة عن يمينه رضي الله عنها، وجلس علي عن يساره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرفع الرداء عنه ويقول: اللهم أهل بيت، اللهم اذهب عنهم الرجل وغفرهم تطهيرا، اللهم أهل بيت أوصيكم بآل بيتي، اللهم ارفع عنهم الرجل وغفرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى ادخلي. فدخلت الكساء مع علي وفاطمة والحسن والحسين بعدما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نزيد لله حبا لآل بيت النبي محمد. يا سادة، لا تلتفتوا إلى هذه الإشاعات المغرضة التي تريد أن تمزق الصف المسلم. هل هو معقول أن تظهر هذه الإشاعات بهذا الترتيب وبهذا الإحكام في هذه المرحلة الحرجة؟ لا، أنت من أذكى الناس، أنت من أعقل الناس. قال النبي العدنان: إن المسلم كيس فطن. فأنا أخاطب فطنتك، أخاطب ذكاءك أيها المسلم. أما يحدث الآن من هذه الفتن أمر خاص أشواق بالصدفة أم أنه أمر مدبر ليشغل الصف المسلم بالتناحر فيما بينهم بعدما رأوا صحوة إسلامية متزلزلة لم تؤثر في مصر فقط بل أثرت في العالم كله. فصار الخطر القادم من هؤلاء ألا وهو الإسلام. فانتبهوا لما يحال بكم جميعا، انتبهوا لما يراد بمصر الآن، بدلا من أن نحاسب هؤلاء المفسدين وهؤلاء الظالمين ننتبه للشجار فيما بيننا في أمور كان من الأولى ألا تطرح الآن أمور كذب واختلاف. يا سادة، نحن ندين لله عز وجل حبا لآل بيت النبي محمد، لأننا جميعا السلفية انتبه بما أقول، السلفية وليست أشخاص وليست جماعة، السلفية منهج. فأنت سلف الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ألست سلفيا إذن؟ فإن لم تكن سلفيا فاسمح لي وأنا في غاية الخجل من نفسي، فأنت خلفي. أنت سني، وإن لم تكن سني فأنت شيعي. انتبهت إلى العبارات؟ سلفي أي من سلفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم أسلافنا، سلفي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما لا نقول سلفي النبي محمد؟ لما؟ لأن مقام الرسالة
فلا يمكن أن ننحي هذا المقام لمقام أقل منه، فنقول نحن سلفيون، نعم سلفيون، نحن سنيون، نعم سنيون. لا يقصد بالسني من أصلح لحيته أو صدق وتوبة، لا يا سادة، فالسني هو من اتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلفي من صار على سلف الأمة من الصحابة أولسنا جميعا نسير على منهج الصحابة. فهذه فتنة مكفرة. لما؟ ليظهر الانشقاق بين الصف المسلم الواحد. أبو بكر رضي الله عن أبي بكر جاءت إليه بنت النبي محمد بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي والعباس يطلبان إرث النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين الورث. فقال أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابنة رسول الله، يا ابنة رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدق. فقالت: أنت وما سمعت من رسول الله. وانفضل. وعاشت 6 أشهر بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذها في مرضها تجود بنفسها، فاستأذن خليفة رسول الله أن يدخل على بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ يستأذنها، يسترضي بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها علي: يا فاطمة، إن أبا بكر بالباب يستأذنك بالدخول، آذن له؟ قالت: إن شئت. فأذن له بالدخول، فدخل أبو بكر يسترضي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصديق لم يقل شيء ولم يفعل شيء، إنما بصرها بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال صديق الأمة الأكبر: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع: ومرضاتكم أهل بيت رسول الله، ومرضاتكم أهل رسول الله. ألسنا مأمورين باتباع الخلفاء الراشدين؟ أولسنا مأمورون بذلك؟ إذا نحن نحب آل البيت، نحب ونتدين لله بحب آل البيت. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في البخاري: ارقبوا محمدا في أهل بيت، ارقبوا محمدا في أهل بيت، أي اكرموه، اجلوه، عظموا النبي في تعظيم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحب، هذا الإجلال، هذا التعظيم مكبر منضبط بقال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تكون الأمور هكذا، لا، هذا حب منضبط، حب مبني على الاتباع لا على الابتداع، حب منضبط على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بليالي يخرج من المسجد من صلاة العصر، وعن يمينه علي رضي الله عنه، فيجد الصديق الحسن رضي الله عنه غلاما صغيرا يلعب مع الصبيان أمام باب المسجد، فيجد، انتبه إلى هذا الحديث العجب